أمر خطير، يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف. تتقلب القلوب في كل ساعة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا بسألك قلبك فين؟ أين قلبه؟ كانوا زمان يقول قلبك مع كنزك، يعني الإنسان قلبه مع كنزه، مع فلوسه. فاللي حاطط فلوسه صيغة في إيد مراته قلبه في إيد مراته، واللي حاطط فلوسه في البنك قلبه في البنك، واللي بيضرب في البورصة قلبه في البورصة. كان كده. دلوقتي صراحة الأمر بقى أسوأ من كده. أين قلبك؟ اديته لامرأة فهي تلعب به. وديت قلبك فين؟ فالقلوب متقلبة تتقلب القلوب في كل ساعة كالريشة في مهب الريح، تقلبها ظهرا لبطن. فحال القلب الآن يختلف عن حال القلب قبل ساعة، يختلف عن حاله بعد ساعة، وهكذا. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فأمر الثبات على دين الله تبارك وتعالى أمر خطير وأمر جليل، لأنه مرتبط بالقلب، والقلب متقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الدين وعلى طاعته حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. حبيبي أخي أخي، وقفة الليل لنتساءل: أي القلوب قلبك؟ هل قلبك ما زال جنينا في بطن الشهوات؟ ما زلت يا مسكين تفكر ببطنك وفرجك؟ ما زلت يا مسكين تعيش لمظهرك ودنياك؟ أما أن يخرج قلبك إلى فضاء العبودية؟ ما زلت يا مسكين يرضي زيف مال نشوة شهوة ونسيت ما وراءك يا مسكين. إن غلبت مواد الإيمان على القلب صار القلب بفضل الله تبارك وتعالى قلبا سليما، وإن غلبت مواد النفاق على القلب صار القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبا منكوسا. انتكاس القلب يعني إيه؟ يعني يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف. بمعنى مفيش حاجة عنده اسمها معروف ومفيش حاجة اسمها عنده منكر، اتمسح الاتنين دول من جواه. يعني يفعل كل ما حرم الله. وايه تاني؟ الحاجة التانية ملوش دعوة بالأوامر، يعني وبالوالدين إحسانا لا مفيش إحسان للوالدين. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا مفيش إقام الصلاة ولا أتيان للزكاة. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ده صاحب القلب والعياذ بالله اللي احنا بنسميه فيه انتكاسة.
انتكاس القلب من أهم العقوبات الدنيوية لمن يفعل المعصية، ودي موجودة عند ناس كتير على فكرة. انتكاسة القلب، تلاقي قلبه ده فيه برودة ما بعدها برودة. إنسان ما فيش إحساس مجرد من الإحساس، لو شاف واحد كفيف بيعدي طريقه وعاوز يضربه ما بيتحركش له، ملوش دعوة بيه. الحاجة التانية، عند فعل الحرام يفعل الحرام ولا يخشى من الله ولا من الناس والعياذ بالله. ده اسمه انتكاسة القلب. ده قلبك. انت بتهرب ليه؟ ده قلبك انت، ده قلبك انت من غير ما تزعق، ما تتخضش، بالراحة خالص، بمنتهى الهدوء. ده قلبك. قلبك دنيا، إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. ده قلبك عايش بتدور تاكل ايه، تشرب ايه، تركب ايه، تفسح فين، تنام ازاي، تنام امتى، تنام فين، تصاحب مين، تتكلم مع مين، تغير تليفونات، تغير. هو ده انت، هو ده المنكوس. يا منكوس يا موكوس، مش دقت حلاوة السجود، مش دقتي حلاوة الستر، مش دقت حلاوة القرب، مش عشتي حلاوة الأنس. بعت كل ده ليه؟ بعت كل ده ليه؟ استبدلت ده بمقابل ايه؟ الناس اللي حاسه باليأس، الناس اللي حاسه بالملل، الناس اللي حاسه بالزهق، الناس اللي حاسه بالكآبة، الناس اللي حاسه بالضياع، الناس اللي حاسه بالألم. مش قلت لكم نفسنا نفتح مستشفى للعلاج بالإيمان؟ بالإيمان، العلاج بالإيمان. محتاجينها دي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس اللي بيشتكوا ان قلوبهم مش مطمئنة، ان قلوبهم مش مليانة، قلوبهم قلقانة على الدنيا وقلقانة على أولادهم وقلقانة على كل حاجة. لا، ملهاش غير علاج واحد، ملهاش غير حل واحد. بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك مش هيطمن غير بذكر ربنا. عاوز تطمن قلبك وتخلي قلبك مطمن ومليان خير، ولو الدنيا ايه اللي حصل فيها مش هتلاقي اي حاجة ولا تسأل فيها، بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اديني وعد وعهد دلوقتي، ايدي اهي، وعد وعهد دلوقتي قدام ربنا سبحانه وتعالى. ايدي اهي، عهدني انك هتسلك الطريق الى الله. يلا مد ايدك واقبل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.